دي أزمة كبيرة، الواحد فعلًا إن الواحد ما يقدرش يتعامل مع مشاكله اللي بينه وبين نَفْسه الداخلية زي إن هو زهقان، فيفكّر في أزمات حياته ويحاول يحلّها، فإنه أصلًا مش عارف يحل المشكلة دي، دي كارثة. دي كارثة، أنت وأنت قاعد مع نفسك مش عارف تعمل إيه، دماغك متشتتة، مش عارف تفكّر في حياتك، مش عارف تحل أزماتك، وأنت لسه بينك وبين نفسك، وأنت لسه المشكلة بينك وبين نفسك، يعني دماغك أهي وراسك أهي، يعني الحدود اللي بين الأزمة والحد بتاع الأزمة قد كده، فمتخيّل المشكلة هنا مش عارف تحلّها، أُمّال بقى الواحد لمّا لسه يبدأ يخش في الحياة والّا يبدأ يفكّر في إنه هيبقى في حد في حياته، إنه هيتجوّز وأزمات الجواز، وبعد كده إنه يخلّف وأزمات بقى الحياة والفلوس والماديات والشغل ومش عارف إيه والكلام ده كلّه. إزاي الواحد أو إزاي البني آدم اللي إحنا بنتكلّم عنه دلوقتي، إن هو مش قادر يتعامل مع مشاكله اللي بينه وبين نَفْسه عن طريق إنه بس يقعد مع نَفْسه يفكّر فيها، هيبدأ يتعامل مع الواقع اللي برّه دماغه، اللي برّه حدود راسه، يشوف بقى الناس، ويشوف معاملة الناس، ويشوف المشاكل اللي هيقابلها من الناس، والفلوس، ولمّا يبدأ يخش في الحياة الجَد بقى في حياته، هيتعامل مع الحاجات دي إزاي. فده نقطة من بحر مشاكل كتير أوي السوشيال ميديا بتخلقها.